رهان من آميت لأن يتكلم وياهم بطريقة مهينة فيضربه ويقول له لا يتقرب منهم مرة ثانية، وتصرخ سو وتلم الناس. ولكن ساعتها يكون آميت ووسيم هربوا من المكان، ويجي ثاني يوم ويكون روهان بالشغل، فتطلع سو من بيتها حتى تنطي جارتهم شغلة وتترك الباب مفتوح وراها. ومن ترجع للشقة مالتها تلقى آميت ووسيم ينتظروها، فلزموها وخدروها واعتدوا عليها. وبعدها يرجع روهان من الشغل ويدخل للشقة حتى يحكي لها شنو صار وياه بالشغل، فيسمع صوت أنينها لأنها تكون مربوطة على السرير، فيفكها ويبلغ الشرطة، ويجون ويحققون بالجريمة اللي صارت لسو. ويوصل الضابط تشوب اللي يكون مسؤول عن قضية سو، ويقول له انه هم خلوا وسيم وأميت تحت المراقبة، ولازم سو تروح للطب الشرعي خلال 24 ساعة، ويكون مساعد المحقق يشوف ماكو أي قضية ولا دليل يقدرون يعتمدون عليه. وهذا لأن المعتدين ما حد شافهم وهم داخلين للشقة، وأنه سو متعرفة عليهم من ريحتهم بس، ومو من الطبيعي تروح للمحكمة تشم كل الموجودين حتى تميز أميت ووسيم. فيأمر تشوب انه ياخذ سو وزوجها